شاب اسمه ابراهيم كان بيحب الاكل السمين بكل انواعه زي المقليات واللحوم الدسمه، وما كانش بيعمل اي رياضه. كان على لسانه على طول انا شاب وجسمي مستحمل، لحد ما في يوم حس بتعب شديد في صدره وضيق في النفس. ساعتها راح للدكتور، وبعد التحاليل طلعت النتيجه ان الكوليسترول الضار LDL مرتفع جدا. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. الدكتور قال له لو فضلت كده قلبك هيكون في خطر حقيقي. ومن هنا بدأت رحلة ابراهيم لتغيير حياته، واللي هنحكيها مع بعض النهارده. بس قبل ما نكمل لازم نعرف ايه هو الكوليسترول وازاي بيأثر على الجسم. تابع معايا لاخر الفيديو علشان نعرف الحوار على ايه. ايه هو الكوليسترول؟ الكوليسترول مادة شبه الشمع بيصنعها الكبد وبنحصل عليها ايضا من الطعام. وينقسم الكوليسترول الى كوليسترول ضار وكوليسترول مفيد. اولا الكوليسترول الضار او ما يسمى بالكوليسترول منخفض الكثافة LDL Low Density Lipoprotein، وده النوع اللي كان مرتفع عند ابراهيم. وفي النوع ده هتلاقي ان البروتينات الدهنية، اولا ايه هي البروتينات الدهنية؟ البروتينات الدهنية جزيئات بتنقل الكوليسترول والدهون في الدم. وفي النوع ده هتلاقي ان البروتينات الدهنية مشبعة بجزيئات كبيرة من الكوليسترول، حيث تقوم بنقله من الكبد الى خلايا الجسم، وبسبب تركيزه العالي يتم ترسيبه في جدران الشرايين على هيئة طبقات. فاذا تراكمت كميات كبيرة من جزيئات الكوليسترول في جدران الشرايين سد مجراها ومنع تدفق او وصول الدم الى الخلايا او الانسجه، وبالتالي بيحصل ما يسمى بتصلب الشرايين، يعني حوار تركيب دعامات وغيره. في بعض الحالات يؤدي الى الذبحه الصدريه. واسمح لي يا صديقي اقول لك على مثال مش ولابد، ان الكوليسترول الضار LDL ده بيبقى عامل زي عربيات الزبالة اللي موجودة في الجسم، بتلم الزبالة من جميع أجزاء الجسم وتحطها في الشوارع. إيه هي الشوارع؟ اللي هي بنسميها الشرايين، وبتسد الشرايين بالزبالة دي أو بجزيئات الكوليسترول، وبالتالي بتسد طريق تدفق الدم أو وصول الدم إلى الخلايا. ثانيا الكوليسترول المفيد أو ما يسمى بالكوليسترول مرتفع الكثافة HDL High Density Lipoprotein. وفي النوع ده هتلاقي إن البروتينات الدهنية تقوم بإزالة ونقل جزيئات الكوليسترول المترسبة على جدران الشرايين والخلايا والأنسجة، ونقلها في الدم ثم إلى الكبد، وبكده الجسم يتخلص من خطر ترسيب الكوليسترول في الشرايين. اسمح لي يا صديقي اقول لك على مثال برضو مش ولابد، ان الكوليسترول الجيد او الكوليسترول المرتفع الكثافة بيبقى عامل زي عربيات الزبالة اللي بتلم الزبالة من اجزاء الجسم وتحطها في مقلب الزبالة وهو الكبد. طيب ايه هي وظائف الكوليسترول؟ اولا يستخدم في بناء الاغشية، يعني بيخلي غشاء الخلية قوي ومرن. ثانيا يستخدم كمادة خام لتصنيع الهرمونات الجنسية زي التستوستيرون في الرجالة والاستروجين في الحريم. ومن غير الكوليسترول في الجسم مش هيقدر ينظم حاجات كتيرة زي الضغط والنمو والتكاثر. ورابع وظيفة للكوليسترول يا صديقي، لما بتكون ماشي كده في الشمس والشمس هادية، الكوليسترول ده بيعمل على تحويل أشعة الشمس لفيتامين د، اللي هو أصلا مهم في امتصاص عنصر الكالسيوم. وعنصر الكالسيوم يعني تقوية عظام ومناعة. عشان كده يا صديقي من نعم ربنا علينا إن جعل في الجسم مصنع داخلي للكوليسترول، وهو في الكبد، حيث يصنع الكبد من حوالي من 70 ل 80% من الكوليسترول. بص يا صديقي، الخطر مش في الكوليسترول نفسه، الخطر في زيادته عن الحد الطبيعي وارتفاع النوع الضار منه في الجسم. طيب ازاي اتجنب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم؟ اولا تجنب الدهون وصفار البيض والجمبري، وما تكترش من الأطعمة الغنية بالكوليسترول. ثانيا تجنب استخدام الزيوت النباتية المشبعة زي زيت النخيل. لو ما تعرفش الفرق بين الزيوت المشبعة والزيوت الغير مشبعة، سايب لك رابط لفيديو شرحهم في الديسكريبشن او الوصف. وتالت حاجة معانا تجنب السكريات الكتيرة والمواد الكحولية، لانهم بيرفعوا الكوليسترول الداخلي في الجسم. وبرضه يا صديقي تجنب كثرة الشاي والقهوة والمكسرات بكل. طيب بعد ما تجنبت كل اللي فات ده اكل ايه؟ بص يا صديقي، كتر من اكل التفاح والبصل والجزر والموز والسمك واللوبيا والعيش الاسمر او العيش برده. كذلك برضو كتر من اكل السمك وزيوتها. يعني ايه زيوتها؟ يعني مثلا لو معاك ماني زياده شويه، ان انت ممكن تشتري زيت كبد الحوت، حيث يعمل على انخفاض معدلات الكوليسترول المرتفعه، كذلك يحمي من امراض القلب. حاول تعمل رياضه دايما حتى لو في البيت، مش لازم تروح الجيم او مكان مخصص للرياضه، امشي لك كل يوم على الاقل 5 دقايق. وده اللي ابراهيم عمله، وجاه يعمل التحاليل وطلعت النتيجه بتقول ان الكوليسترول بدا ينخفض لمعدلاته الطبيعيه وصحته اتحسنت. وفي النهايه يا صديقي
اهتم بأكلك وتحرك واعمل فحص دوري. اهتم بصحتك، صحتك تستاهل، حافظ عليها قبل ما تندم. وفي النهاية ما تنساش تصلي على النبي. سلام.